حبايب قلبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو. بتوحشوني على طول والله، مش بقدر اغيب عنكم كتير. النهارده بقى فيديو مميز كالعاده ومختلف شويه. النهارده بقى هنعمل ترويقه كده حلوه للريسبشن، والريسبشن ده هو واجهه البيت، والمفروض طبعا نسيبه دايما نظيف وما نقعدش فيه غير لما نكون خلاص بقى هنقعد قعدة روقان كده وهدوء. بس بقى انا من عادتي ان انا احب اقعد كل يوم في الريسبشن، نادرا لما بقعد في اوضتي شويه. بقعد اتفرج على التلفزيون في اوضتي، ودايما بقى قعدتي على الكنبه والترابيزه دي وقدام التلفزيون كده زي ما انتوا عارفين. بس هو بقى حسب التعود، احنا اتعودنا على كده بصراحه. وطبعا مش صح خالص ناكل ونشرب وكل حاجه في الريسبشن. لازم يبقى مكان كده نظيف دايما باستمرار. اي حد يخبط علينا فجاه نحب نفصل كده ونقعد في الريسبشن، تمام جدا. بس ما علينا. هنا بقى نعمل تنظيفة سريعة كده من بعد العيد. طبعا ما عملتش اي تروقات ولا اي حاجة خالص، ولا حطيت ايدي في اي حاجة غير الغسيل والتطبيق والمواعين زي ما قلت لكم، والاكل طبعا والحاجات اللي زي كده. بنحاول نعمل اكلات سهلة وسريعة عشان طبعا خارجين من رمضان عاملين كل. تعالوا بقى نشوف روتين نظافة بأقل أقل أقل مجهود، مش هتلاقوا أقل من كده. ترويقة سريعة وتنظيفة سريعة. نقعد بقى بعديها في روقان نشرب نسكافيه، نقعد نروق دماغنا. وعمرك ما هتقعدي مبسوطة ومرتاحة البال إلا لو حوض المطبخ فاضي مفهوش أي حاجة، طبعا عاملة أكلك ومخلصة، والمكان اللي قدامك مرتب ومهندم ومنظم دايما طول الوقت. فطبعا قلنا قبل كده عشان نتجنب الفوضى لازم كل حاجة تتحط مكانها. لما نيجي نروق هنلم بس شوية التراب، كنسة بالمكنسة، مسحة بالمساحة، خلصنا الدنيا والدنيا بقت زي الفل. لكن اللي بيعقد الواحد وبيخلي الواحد فعلا مش طايق كده يروق ومستصعب الموضوع قوي ان يبقى فيه فوضى. فحاول على قد ما نقدر كده نتجنب اي فوضى. كل حاجة تتحط في مكانها، كل حاجة ليها مكان. الكوسترات دي انا بحب اخفيها كده، هي لونها اسود حلوة جدا لون الترابيزة ومش هتبان. بس انا بحب احطها تحت المفرش كده، لما احب استخدمها اطلعها. نيجي بقى للكحك والبسكويت والحاجات بقى اللي فاضله من حاجات العيد. هي دي الحاجات اللي فاضله، والعلب الصاج هقول لكم بعمل فيها ايه وبنضفها ازاي. وفي ناس كتير سألاني منين. هنشوف مع بعض كل حاجة بالتفاصيل. زي ما انتوا عارفين ان انا عملت كحك وبسكويت وغريبة والبوتيفور والسابليه جبتهم جاهزين. عملت برضو القراقيش السادة وعجوة، المنيب عجوة، كان خطير. الحاجات البيتي بجد يا جماعة ما تتقارنش خالص بحاجة بره. طعم السمنة نضيف، ريحة الحاجة كده، ريحة المخبوزات دي بتبقى تحفة جدا. العلب طبعا في علب شوكولاتة كان بتجيلي هدايا الصاج اللي انتوا عارفينها، وفي علب تانية كان برضو بيجيلي زمان هدايا كحك وحاجات زي كده. تي بي اس ماركات بقى كتير. فالعلب دي طبعا بحتفظ بيها زي ما انتوا عارفين. احسن بقى طريقة للتنظيف ليها انا مش بستهلكها غير في المخبوزات. راحة مثلا نادي اخد فيها كب كيكس، الحاجات اللي هي زي كده، احط فيها بقسماط ارقشات، الحاجات دي كلها. فعشان احافظ عليها طبعا بتلم تراب من فوق، طبعا بعملها بجلانس او اي قطعة فوطة كده بنقطتين مية. انا بعملها بجلانس بلمعها. ومن جوه بقى بعد ما بشيل منها المخبوزات والحاجات والكحك والحاجات اللي زي كده، بجيب مناديل من مناديل المطبخ، ممكن ابلها نقطتين من المية حاجة بسيطة كده، وامسح بيها العلبة الصاج دي. دي اكتر طريقة بتحافظ لي على العلبة. ممكن طبعا اغسلها وهتعيش معايا شوية، وبعدين بقى هبتدي الاقيها صدت واقعد بقى اصفي فيها كتير. طب وعلى ايه العذاب ده كله؟ لا، بجيب مكعب كده من المناديل، من مناديل المطبخ، وبحطه وبمسح بيه العلب من جوه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. همسح بقى كل الاسطح وكل الاتربه وكل الحاجات اللي على الديكورات، بيبقى فيه طبقه تراب خفيفه كده بمسحها بكل سهوله. وبرده الشاشه ولون التي والورد طبعا غسلينه قبل رمضان، يا دوب بس بديله تنفيضه خفيفه كده. برضو الماكينه بتاعه الكابتشينو برضو بلمعها كده من بره، بقالي كتير ما استخدمتهاش، عايزه استخدمها معاكم الفتره الجايه. بس فعلا مش بشرب نسكافيه كتير، قليل لما بشرب كل 3 ايام 4 ايام كده ممكن كوبايه. طبعا اهم حاجه بالنسبه لي هي الشاي بحليب والقهوه، فهنبقى نستخدم برضو المكنه دي. وبرضو ممكن نعمل فيها هوت شوكليت
كابتشينو، ممكن نعمل فيها فوم للبن والشاي بلبن وكده. نبقى نجربها مع بعض قريب. الرخام بقى الابيض بتاع السفرة بجد يا جماعة اللهم بارك، يعني خطير. ما بيبانش فيه تراب، ما بيبانش فيه اي حاجة. عايزة اقول لكم ولا باين في الكاميرا ولا باين في الحقيقة. يعني مش انتوا بس مش شايفينه كده بيلمع، لا كمان في الحقيقة مش باين عليه اي تراب ولا اي حاجة. وكمان لو في مدرسين بتيجي، يعني هو نضيف كده قشطاية. بس انا برضو بحب المعه كده بتلميعة كل اسبوع مثلا مرة. هنا بعمله هوريكم المنديل شكله عامل ازاي من كتر كمية التراب اللي كانت موجودة. بس هي للحقيقة ان هي مكانتش باينة خالص، غير بقى الرخام الاسود هتلاقوه على طول الترابة باينة عليه جامد جدا. الابيض بصراحة عملي جدا. لو هبتدي اختار رخام تاني للسفرة هو الابيض، بجد خطير اوي. ساعات بلمعه بجلانس امن جدا ومش بيجراله اي حاجة. وهنا بقى الخلطة اللي انا عاملاها لرخام المطبخ، اللي هي غطا صغير من كولوريكس الالوان. وريتلكوا شكله المرة اللي فاتت، الفيديو اللي فات ده تراب عايزه اوريكم في المناديل في بس تبصمات خفيفة كده ابتديت اشيلها. بجيب غطا من كولوريكس الالوان وعليه نص مثلا كوباية او كوباية من المية، بس كده بحطها ببخاخة بلمع بيها الرخام. مش الخشب خالص، الرخام بس، المطبخ ورخام السفرة واي اسطح بقى في المطبخ بلمعها بيها، فبتعقم وبتقتل اي فيروسات. هنا الترابيزة دي يعني هي ملمسها مش ناعم قوي يعني، فهي فيها مسام كده فبيدخل فيها التراب شوية. فهنا بقى رشيت عليها من نفس المادة، بس ما جبتش على اطراف الخشب عشان طبعا هيقشر. فاهم حاجة لو استخدمنا اي حاجة على الخشب نعمل ايه، ننشف كويس. التنشيف ده حاجة مهمة جدا، زي التلاجة زي الغسالة. مينفعش نغسلها بمية ونسيب المية نقول شوية وهتنشف، لا مع البرومة هتاكلها ويطلع نقطة صدى صغننة، وبعد كده تلاقي الغسالة او التلاجة عمالة تتآكل وبوظت الجهاز اللي عندك، خلاص كده اتدمر. شوية شوية هتلاقيها سنة واتنين مش هتلاقيها نافعة تاني ابدا. فلازم نحافظ على الحاجة يا جماعة، زي ما بننضف ننشف اي حاجة قدامنا، اي اسطح ننشفها. ودي الكنبة بقى اللي شايلة بصراحة شايلة كتير قوي، عليها بقى فتافيت كده ابتديت اديها تنفيضة سريعة. ممكن برضه اجيب المكنسة واكنسها. المخدات والكوشنز والحاجات دي كلها كانت مغسولة طبعا نظيفة. اي ورق بقى، اي فواتير، اي بقى اكياس حلويات حاجات كده جنبينا، بحاول بقى المها واعمل كده ايه ترويقة حلوة وسريعة. في اخر الفيديو ده هوريكم السوت اللي كنت جايباها للعيد، بجد كانت روعة. يعني هي سوت كده ليموني، كل القطعة اللي فوق نفس القطعة اللي تحت، تحسوا ان هي سادة كده مفيهاش اي حاجة. لبست لها شنطة ظهر ولبست لها كده ياقة شميز من اللي هي مكملات الحجاب، بجد كانت عسولة قوي. في اخر الفيديو هوريكم الستايل على بعضه وهو كامل، عشان كنت موعداكم ان انا لما البسها هوريها لكم على الطبيعة عاملة ازاي. جايباها منين؟ جايباها من الميراج سيتي قبل رمضان كده او في رمضان بتهيألي، نزلت في رمضان ممكن. كان ب500 بعد السيل. هي طبعا صوف كلها وشتوي، كانت حلوة جدا في فترة العيد، ولسعة الهوا دي كانت لطيفة ولذيذة. وبعد الخصم كانت حوالي 500 جنيه بدل مش عارفة 700 أو 1000 حاجة كده. فطبعا سعرها ولا حاجة. جايباها من محل في الدور الأرضي في المراج سيتي، بس بصراحة مش فاكرة اسمه. المخدات بقى اللي هي دبل فيس دي، اللي هي وش لون ووش تاني لون، بجد بتبقى جميلة جدا وعملية وموفرة. لان طبعا بنزهق فعايزين واحنا بنروق نحس ان احنا في لمسة كده بسيطة تغير لنا من الديكور نفسه. فنقلب المخدة الناحية التانية لو هي الناحية التانية لون تاني وشكل تاني. ونحاول بقى نعمل وقت لنفسنا روقان كده وهدوء، حتى ولو ربع ساعة كده في اليوم، ناخد ريست وفاصل من كل حاجة. نقعد كده معانا مشروبنا، نحط رجل على رجل زي ما هتشوفوا في اخر الفيديو. عادي بعد ما بنخلص كل اللي ورانا خلاص بقى حسسي نفسك ان انتي ملكة فعلا، عشان انتي تستاهلي كل حاجة حلوة. تعملي ايه؟ تقعدي تشربي مشروبك، تقعدي تتفرجي على فيلم او مسلسل انتي بتفضليه، وتقعدي بقى معاكي كوباية نسكافيه كده او قهوة او ينسون زي ما بتحبوا، وروقان بقى حبة فصلان كده. نفسك ليه عليكي حق، لازم تدلعي نفسك عشان تقدري تاني يوم
تخلصي روتينات وتقومي تكملي يومك كله بالحاجات اللي بتعمليها كل يوم. ونحمد ربنا طبعا على كل حاجة، في السراء في الضراء. الدنيا يوم حلو يوم وحش، هي الدنيا كده، شوية كده شوية كده. طبعا العلب البلاستيك، في علب عندي يعني محترمة بصراحة ومحكمة الغلق، طبعا دي هاخدها على الحوض، دي ما ينفعش امسحها بمنديل مطبخ زي ما قلت لكم نقطتين ميه، لا مش هعمل كده. انا العلب البلاستيك هاخدها على المطبخ. الصاج برضو بيحافظ على حاجات، هنا بشيل كل الشوائب واي بقايا من الكحك والباتيفور والبسكوت والحاجات دي بمسحها. بحافظ بقى على حاجه بقى بالست شهور بالسنه، بشيلهم بقى في مكان كده بعيد عن ايدي يعني، لاني طبعا مش بستهلكهم كتير وهيبقوا زي الفل. هنا برضو سكر بودر، السمنة بتاعة الكحك عاملة طبقة، برضوش احط ورق زبدة عشان ما يمتصش السمنة اللي في الكحك، انا ما بحبش كده. وساعات برضو كنت ممكن احط كيس نايلون عادي جدا، يعني ممكن نستغنى بقى عن الخطوة دي ونحط كيس نايلون. وهنا بقى حبة روقان وفصلان بعد ما خلصت التنظيفة السريعة الجميلة دي، اللي محسساني اني كده قاعدة ملكة، خلاص انا كل حاجة اتعملت وكل حاجة زي الفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم بقى تشوفوا الصوت في اخر الفيديو، وانتظروني في فيديو جديد. يا صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا الكران غنى وصحانا، والشمس هي طالعة وضحاها، والطيرة يسرحة في سماها، يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل.